بالقصير بريف حمص حشد نظام الأسد قواته إلى جانب حشود حزب الله وأرسل. نشرح فيها بالتفصيل معركة القصير، هذه المدينة الواقعة في ريف حمص، المدينة الحدودية نوعا ما مع لبنان. هذه المدينة سيطر عليها الجيش السوري الحر منذ أشهر حتى الآن، ولم يدخلها النظام السوري قط، لم يدخلها النظام السوري قط. الساعات الماضية كما نتابع الآن نحن داخل مدينة القصير، هذا مسجد الإمام علي وهذا الشارع تتواجد فيه المجموعات المسلحة وهذا الساتر كما تتابعون. نحن الآن في قلب مدينة القصير التي كانت تتحصن فيها المجموعات المسلحة في هذه المنطقة، وقام الجيش السوري بتنظيف كل هذا الدوار. كما نتابع الآن هذه الاشتباكات هنا تدور الاشتباكات. هذه منطقة تجمع المدارس حيث تم تنظيفها من المجموعات المسلحة والتي كانت تتمركز فيها، بالإضافة إلى تنظيف العديد من المراكز الحيوية في المدينة. هذه هي منطقة تجمع المدارس التي كانت تتواجد فيها المجموعات المسلحة والتي كانت تتمركز هنا، الآن أصبحت كليا تحت سيطرة الجيش السوري كما نتابع. بشكل كامل، بينما أعلن النظام السوري بطبيعة الحال عن تمكنه من دخول مدينة القصير وتحديدا حي الحميدية، لكن الحميدية بطبيعة الحال هي بلدة واقعة في الشمال الغربي لمدينة القصير وليست جزء من مدينة القصير أبدا، حيث تمكن فعلا الجيش النظام السوري وعناصر حزب الله اللبناني من السيطرة على أجزاء كبيرة من هذه البلدة، بلدة الحميدية والغسانية أيضا المجاورة هكذا كانت المعارك في مدينة القصير. وأخيرا مشاهدينا، يسيطر جيش النظام على عدة مناطق حول مدينة القصير، بينما تسيطر حزب الله كما تحدثنا سابقا عن قرى غرب نهر العاصي. إذن جثية بشكل محدد هذه البلدة التي كان يسيطر عليها الجيش السوري الحر، ثم تمكن حزب الله اللبناني من احتلالها منذ أسبوعين تحديدا. تمكنت التعزيزات التي قدمت الجيش السوري الحر وخصيصا وبشكل أكبر لواء التوحيد هذا